وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم أيام الدنيا أيام العشر، فهذه أيام عظيمة جدا. هناك يومان هما أعظم ما فيها يوم عرفة ويوم النحر. يوم عرفة ويوم النحر. وينبغي على العاقل الذي يرجو رضا الله عز وجل ويرجو لقاءه في الآخرة على خير حال أن يجتهد في هذين اليومين كما يعني لم يجتهد في غيرهما من الأيام. هذان يومان يستحقان كما تفضلت حضرتك أن الناس تجلس في المسجد، ومن استطاع أن يذهب إلى الحج لا يتأخر، ومن يعني لم يرزقه الله عز وجل الحج وأن يقف على عرفات، لأن هذا أفضل ما استغل به عرفات، أن تتوقف على الجبل، أن تقف على الجبل وتتذلل إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يدنو ويباهي بأهل الموقف. وإنه كيف يباهي هذه المباهاة؟ هذه المباهاة يعني أمرها عظيم، يعني ما ورد أن الله عز وجل يفعل هذا الفعل العظيم سوى لأهل عرفات، سوى لأهل العبادة في عرفات، للمتذللين في عرفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يدنو سبحانه ثم يباهي بهم الملائكة يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ماذا أراد هؤلاء؟ والحال هنا والله أعلم أنها شاملة الحجيج وكل من تحرق قلبه على الحج ولم يستطع لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، معهم في الأجر، معهم في الجزاء، معهم في المثوبة وهم جالسون. وتبوك، ما تبوك الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، تبوك بعيدة، غزوة العسرة 700 كيلو أو يزيد، أمرها صعب وشاق وشديد، ولذلك صرح النبي بها وكان يوري بغيرها، لأن هذه لا تحتمل التورية. نحن ذاهبون إلى مسافة بعيدة، الحر شديد، الجيش المقابل عدده كبير، المسلمون ليس معهم العدة والعتاد اللازمة لهذه المعركة، ورغم ذلك يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة هذه، في غزوة تبوك، والذين جلسوا في البيوت ولم يخرجوا في الحر ولم يعانوا ولم يتأذوا ولم يتحركوا من أماكنهم كانوا معكم. هذا على فرسه في الحر يعني يجهد ويكد ويتعب، وهذا في بيته إلا كانوا معكم. شاركوكم الأجر، شاركوكم الأجر. أجر كل شيء هو معه فيه. يعني اللي قلبه يحترق وهو يشوف المشاهد هذه ويتمنى لو كان معهم وبذل كل ما عنده لكنه لم يستطع. الله كريم. يا راحلون إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راحل. إن أقمنا على عذر، ليس معنا مال، ليس معنا قدرة جسدية، منعنا لأي عذر من الأعذار، لم نستطع أن نذهب، وهو ربما يكون شابا قويا لكنه فقير. ماذا يفعل؟ ليرى الله عز وجل هذه الذلة من قلبك، لعلك تكون معهم في عرفات بأجر معهم تشاركهم فيه، وأنت بالفعل معهم بروحك، معهم بذلتك، معهم بعبادتك، معهم بقربك من الله عز وجل، وكأنك تقول: يا رب، أنا لئن منعت من أن أقوم على عرفات وأشاركهم في الإخبات فلن أمنع نفسي من أن أشاركهم في الثواب والجزاء، لن أمنع نفسي في أن أشاركهم في العبادة والذلة في هذا اليوم، حتى ترى يا رب أني صادق، أني مقبل، أني خاشع، أني مخبت متذلل بين يديك. فيكون هذا العبد مقبلا على الله طوال يومه، كما يفعل الحجيج، يذهبون إلى عرفات من أول اليوم إلى آخره ويدعون ويبكون ويتبتلون ويخشعون ويخضعون، وتزيد عليهم عبادة. أنت يا من حرمت من الحج ولم تذهب، تزيد على ذلك عبادة أن تصوم في هذا اليوم. نعم. الصيام ليس للحجيج وإنما لمن منع من الحج. نسأل الله عز وجل أن يحملنا إلى بيته الحرام، وأن يتابع لنا ولكل من يشاهدنا ولكل من يتحرق قلبه إلى البيت الحرام وإلى مشاعر الحج العظيمة. أسأل الله أن يحمله،
أسأل الله أن ييسر له الحج، أسأل الله أن يتابع لنا بين الحج والعمرة آمين. فهو الآن يفعل ما يفعله الحجيج من الذلة والدعاء والمسكنة والقرب من الله، ويزيد على ذلك أنه يكون صائما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري في صحيح مسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. فأنت سبحان الله أنت جالس تدعو وتتذلل وتتبتل وتنشغل بالعبادة، وقد منعت نفسك عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب، يغفر الله عز وجل لك السنتين. ومغفرة السنتين كما يعني أورد ابن القيم في الوابل الصيب وأطال فيها، وهذه مسألة في غاية الأهمية، أن تكفير الله عز وجل للذنوب في يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، ويوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله. هذا التكفير المتكرر في بعض الأعمال، في صيام بعض الأيام أو عمل بعض الأعمال، يكون التكفير فيه بحسب إقبال قلب العبد على الله، وليس كل من صام في يوم عرفات ينال الثواب كله. ليس كل من صام في يوم عرفات ينال الثواب كله، فربما يكفر لعبد نصف سنة، وهذا كلام ابن القيم الذي أورده في الوابل الصيب، أو يكفر له سنة، أو يكفر له سنة ونصف، أو يكفر له السنتين، حسب شنو؟ حسب إقبال قلبه على الله وإخباته بين يدي الله وتملقه إلى الله عز وجل ذلة وتضرعا. يعني ما يكون صيام فقط في الجوارح أجوف. نعم جزاك الله خير. صيام بكامل الجوارح والقلب. يعني كيف الصيام يكون أجوف يا دكتور نبيل؟ فقط ما أكلت وما شربت وانتهى الموضوع بس. القلب لا علاقة له بالصيام، لا زال يفكر بالدنيا ويغوص في شهواتها ويقول على رزقك أفطرت ولك صمت. أي صيام من هذا؟ إذن كلام ابن القيم هنا خطير. كلام ابن القيم هنا يوحي لك أنك لا ينبغي أن تصوم صيام الساهي، صيام الغافل، صيام اللاهي اللاعب، بل تصوم صيام المقبل، تصوم صيام الصادق، تصوم صيام هذا الرجل الذي قرر أن تعتق رقبته في عرفات، أنا لن أبرح هذا المكان حتى تغفر لي يا رب. الله. لذلك الحديث عظيم عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان أغيظ ولا أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة. وذلك لماذا يتحاقر الشيطان ويتصاغر الشيطان ويدحر ولا يكون له قيمة في هذا اليوم؟ لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك لما ينزل الله عز وجل من الرحمات ويتجاوز عن الذنوب العظام. الله. أبي هذا المشهد شوية دكتور نتخيله نتصوره. الناس في عرفات ملايين البشر، بكاء وابتهال وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا مئات الملايين في غير عرفة، إما في المسجد أو على مصلاها أو يرفع يديه أو هو يقرأ القرآن أو هو الشيطان لما يرى هذه الأرض كلها امتلأت بهذه العبادة وهو جالس في ركنه، يعني يبكي على حاله وهو مدحور حقير مذلول في هذه اللحظات، وهو ينظر إلى هذه الحال. هذا المشهد لازم يتصوره المؤمن وهو يدعو الله وهو يرفع يديه، ترى الشيطان قاعد يشوفك الله أكبر، ومقهور من هذا الذي تفعله، وأنت ترفع يديك وتدعو الله وتبكي وتبتهل، مو فقط على أهل عرفات، على كل المؤمنين على وجه الأرض. دعي فلم يستجب فله النار، وابن آدم دعاه الله فاستجاب فله الجنة. لهذا يعني يكون حقيرا في هذه اللحظات. يمكن ما رؤي إلا في غزوة بدر، ما رؤي إلا في غزوة بدر كان بهذه الحقارة وبهذه الصغار الذي هو فيه، لأنه رأى العز والانتصار للمسلمين والاندحار للكفر في غزوة بدر الكبرى. كأن اليوم يعني ربط هذا بهذا كأنه انتصار للمسلمين. لما تشوف رغم الشهوات التي امتلأت في الأرض لإضلال المسلمين بالذات وصرفهم عن دين الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم في هذا اليوم سبحان الله أكبر إيش قاعدين يسوون؟ شعثا غبرا ضاحين. في بعض الروايات: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق ولم يروني كيف لو رأوني. الله أكبر. يعني الله يقول لملائكته: ترى هذا الكل اللي سووه في هذه الأرض ولم يروا ربهم، كيف لو رأوا ربهم. والله الواحد ترى هذا لوحدها دكتور أحمد تجعل الواحد، يعني حتى بعض السلف كان يقول: يا ربي أنت ترانا يعني ونحن نفعل هذا الفعل في هذا اليوم، يوم عرفة،
فيعني نسأل الله أن نراك يوم من الأيام ونحن يعني في هذا اليوم. صف لي هذا المشهد دكتور، مشهد الإيمان، مشهد التضرع، الابتهال في يوم عرفة. مشهد الإيمان هذا له دلالتان في قلبي عظيمتان: مشهد عرفات، مشهد الحجيج، مشهد النفير، ومشهد عزة للإسلام ونصرة للدين وإظهار لشعائر رب العالمين. لذلك يباهي الله عز وجل بهم ملائكته: انظر إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، يدنو سبحانه بحمده، يتقبل منهم دعاءهم ويعتق رقابهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقابا من النار من يوم عرفة. فيش يوم في الدنيا، لا رمضان ولا غير رمضان، لا رمضان ولا غير رمضان، أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه رقابا من النار. الحمد لله. لم يخص بذلك الحجيج، لم يخص بذلك الواقفون على عرفات. لم يقول ما من يوم أكثر الله فيه من أن يعتق رقاب الحجيج، رقاب الواقفين على عرفات، لا، رقابا، رقبتي ورقبتك ورقبة المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. فهذا فضل عظيم جدا، أن يغفر الله عز وجل ويعتق الرقاب. وماذا لو اعتقت رقبتك؟ يعني نجوت، أخذت صك الأمان من النار، انتهت المسألة، كتبت من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. لن تمسك النار، لن تجرحك النار، لن تؤذيك النار. وهذه والله لو أدركنا معناها لطرنا فرحا بيوم عرفات، لطرنا فرحا، لكان يوم عرفات بالنسبة لنا أحب إلينا من أهالينا وزوجاتنا وأولادنا، أحب إلينا من الطعام والشراب، أحب إلينا من كل شيء. ليه؟ لأن هذا يوم الأمان من النار، يوم النجاة من النار، يوم مغفرة الذنوب العظام، يوم يكفر الله عز وجل به سنتين كاملتين. فلماذا تغفل؟ ولماذا تخمل؟ ولماذا تقصر؟ هذه أول دلالة. أما الدلالة الأخرى والتي تقع في قلبي جدا، أنه أنت ترى الناس واقفين على عرفات على الجبل، أعداد هائلة، ملايين البشر، وكلهم يدعو ويخبت ويتبتل. فتسأل نفسك تقول: أين أنا من هؤلاء؟ إذا كنت تريد مراتب السبق الذي لا ينالها إلا القليل، قال الله عز وجل: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم على سرر متقابلين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هذا القليل، هل أنا منهم؟ هل أنا لي عبادة كعبادة هؤلاء، الذي يبكي ويدعو ويتضرع ويتملق ويتذلل وتجد أحوالا عجيبة؟ وليس هذا في يوم عرفات فقط، ليس هذا في يوم عرفات، يعني أقصد ليس هذا في على جبل عرفات فقط، لكن هو في يوم عرفات على الجبل وفي المساجد. الناس تبكي وتدعو وتتضرع، وأنت يا مسكين أين أنت منهم؟ أين أنت من هؤلاء العباد الزهاد الذين سبقوا إلى الله وبادروا إلى الله وسارعوا إلى الله؟ فبين داع وبين خاشع وبين راكع وبين ساجد وبين قارئ وبين ذاكر وبين متبتل وبين محب، وأنت مسكين، أنت مسكين، لا حال لك، لا حال لك، لا قرب لك، لا منافسة لك، لا مبادرة لك، يا مسكين. فيا صاحي، هذا الركب قد سار مسرعا ونحن قعود، ما الذي أنت صانع؟ أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم؟ رهين الأمان والغرام ينازع، على نفسه فليبكي من كان باكيا، أيذهب وقت وهو في اللهو ضائع، أيذهب وقت وهو في اللهو ضائع. الناس أتوا متجردين من ملابسهم إلى الله عز وجل، يدعون ويبكون ويتضرعون. ومن منع من الحج تراه متبتلا خاشعا ذليلا في غرفته، في مسجده، في مكانه الذي هو فيه. وأنت أين أنت؟ أين أنت؟ ألا تريد أن تكون من المتقين؟ ألا تريد أن تكون من السابقين؟ ألا تريد أن تكون من المعتوقين، من المغفور لهم بإذن رب العالمين؟ سرى أهل التقى ليلا وجدوا، وفازوا بالقبول وحان وعد، ولم تلحق بهم أو تستعد، ومن لك بالأمان وأنت عبد. الله يجعلنا منهم يا رب. ولم تلحق بهم أو تستعد، ومن لك بالأمان وأنت عبد.
لم تلحق بهؤلاء الحجاج ولم تقف معهم على عرفات، ولم تلحق بهؤلاء الذين في المساجد والذين هم خاشعون متذللون متضرعون. فممن أنت؟ فممن أنت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.